ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض نعمل وردة سهلة جدا وجميلة بالورق. شايفين شكلها حلو ازاي؟ انا عاملاها بلونين، تعالوا النهاردة نعملها بلون تالت مختلف وسريعة جدا ومش هتاخد منكم وقت خالص. يلا بينا نبتدي، بس قبل ما نبتدي بفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك عشان ده بيشجعني اعمل فيديوهات جديدة. يلا بينا. كل اللي هنحتاجه معانا النهارده هو اي ورق متوفر عندنا، مش لازم يكون الوان، ممكن يكون ابيض عادي. محتاجين دباسه تكون صغيره شويه مش كبيره، محتاجين الصمغ العادي بتاع الورق، محتاجين مقص يكون صغير عشان يسهل علينا بس التقطيع، ولو عندكم برجل مفيش مشكله. انا طبعا بستعمل اي حاجه قدامي، فانا جايبه كاس من كاسات النيش، فربنا يستر. هنبتدي نعمل بيه الدوريه بتاعتنا. فاول حاجه هنعملها النهارده ان احنا هنبتدي نرسم دوريات، وانا بحب ارسمه بلون قريب من لون الورق. تمام، وهنعمل كده 3 دوريات. انا هعمل معاكم واحده، دي كده كانت اول دوريه، هعمل دوريتين كمان. انا محتاجه 3 دوريات توتال، والدوريه دي كان القطر بتاعها 5.5 لان ده قطر الكاس بتاعي. تمام، فكده هنعمل 2 كمان وارجع لكم على طول. ورجعت لكم بعد ما عملت ال3 دوريات، وكل اللي هنعمله ان احنا هنبتدي نقص ال3. انا تسهيلا على نفسي كل اللي بعمله ان انا ببتدي افصل ال3 دوريات عن بعض، بشيل الزيادات شيل دول، وابتدي اقطع الدورية، ولكن بحب ان انا امشي جوه الخط لو انتوا فاهميني اهو، بحيث ان انا الخط او القلم اللي انا كنت بكتب بيه ما يبانش قوي او ما يبانش خالص في الدورية بتاعتي. كده احنا خلصنا ال3، مش هحتاج تاني المقص. وكل اللي هعمله دلوقتي ان انا همسك واحده واحده وابتدي اتنيها على نفسها كده بالتساوي، وابتدي اتنيها تانية كمان، بس مش بنشد عليها قوي التانية دي، انا بس محتاجه ان انا اعرف اوسطنها على ال2 الباقيين. تمام، ابتدي اعمل كده في التانية برضو بالتساوي، وبعدين اتنيها على نفسها بحيث ان انا اعرف النص بتاعها فين، ومش هزود عليها قوي في التانية. وال3 كمان معايا هعمل نفس الموضوع. تمام، انا كده عندي ال3. كل اللي هعمله ان انا هبتدي احطهم على بعض، وعشان انا تانياهم بالنص فانا عارفة النص بتاعي هيبقى فين. تمام، بعد ما اظبطهم كده بايدي كويس واتاكد ان هما ال3 في نفس السوا، ابتدي اجيب الدباسة بتاعتي، ومن تانية النص اللي احنا عملناها وابتدي اعمل دبوس واحد، وكده احنا مش محتاجين تاني الدباسة. وهبتدي اعمل ايه، هتنيها يمين وشمال كده عشان بس تبقى ايه اعرف اتحكم فيها، وابتدي واحدة واحدة بايدي امسك دول كده يعتبروا البتلات بتاعتي. همسك بتلة تمام اهي، وابتدي ان انا اعملها كده عشان افتحها شوية. تمام، امسك بتلة واعمل كده، نمسك الجزء التاني او الجنب التاني. تمام، وانا عندي مشكله واحده بس، ان انا عندي الجنبين اللي هما بتاع الدبوس زي بعاد عن بعض كده، وهيفضلوا كده على طول. عشان كده انا معايا بقى الصمغ بتاع الورق ده سهل جدا وهنلاقيه عندنا في البيت، وفي نفس الوقت يعني بيلزق بسرعه وما بيعلمش على الورق او ما بيقطعش الورق لان هو مش سائل. تمام، واعمل الجنب التاني اللي فيه الدبوس برضو، مش محتاجه كتير كده. ومعلش هنمسكهم بس يعني كام ثانيه كده
لحد ما ايه يثبت معايا. وفي الاخر لو حسيت ان في اي بتلة محتاجة ان انا ابتدي اظبطها تاني بظبطها. تمام. ودي كده كانت وردة النهارده، وده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، وفي نفس الوقت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات والافكار الجديده اللي هنعملها الفتره اللي جايه. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.